السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا. النهاردة انا عندي عزومة كبيرة جدا جدا جدا، ويا رب يعني كده اكون مشرفة وعاملة ايه كل حاجة اخواتي بيحبوها. عزومة اخواتي طبعا. فانا النهاردة يعني هعمل جلاش باللحمة المفرومة، وهعمل مكرونة بالبشاميل، وهعمل كوسه بالبشاميل. الحاجات دي لسه جايباها، وطبعا دي القوطه، وهعمل برضو بطاطس. في حاجات كتير برضو وجايبه بطاطس هعملها، وجايبه فراخ دي طبعا هتتغسل قدام منكم، وجايبه بومبار. فيلا بينا ونسمي باسم الرحمن ونشوف هغسل الايه الحاجه دي ازاي عشان تبقى عزومه مشرفه ان شاء الله. حبايب قلبي اديني جبت اللي وراك. احنا اخواتي كلهم ما بيحبوش الصدوره بتاعت الفراخ، فبنجيب اللي وراك زي ما انتم شايفين. بغسلها كويس قوي. دي المرحله الاولى من الغسيل، حتى لو فيها هنا هو التجمع الدموي دوت بمسكه بالسكينه كده واغسله. نمبر 1 اول حاجه النظافه، ثم النظافه ثم النظافه. اهي بخليها كده، بصوا تمزلق كده، مفيش مزلقه، مفيش حاجه، قشطه كده. برضو اوريكم كمان واحده اهي. بصوا الغسيل، بشيل كل حاجه من عليها. استنى زعيم في لحظه، لازم نوريهم، هنوري حبايبنا اهي. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هغسلهم واحط لهم بقى التتبيله بتاعتهم واوريكم معانا. يا حبايبي بجيب الملح كده اهوت، احط له حبه ملح كتير، ما تستخسريش، حبه ملح كتار كده اهوت. وتعالوا معانا نشوف الفراخ، عشان ديت في بنات كتيره ما بتعرفش تغسل الفراخ ووراك الفراخ. بمسك الملح كده، بصوا اهي، ملح كده اهي، عشان الزفاره ما تلاقي الملح ما تلاقيش ريح الزفاره ابدا اهو، ولا مزلقه. حتى لو في مزلقه من بعد ما غسلته نشوف مخلين اهي. نفس الحكايه في الورك التاني اهي كده. الحبل اللي هي فيها الدم دي اهي، بمسكها كده بايديا كده واغسلها كده. بمسك الحاجه كده بايديا كده اخليها زي الفل. وهكمل وارجع لكم تاني. كده غسلت الفراخ يا حبايب قلبنا بالملح وشطفتها، وحطيت فيها برضو معلقه ملح، حطيت معلقتين دقيق في قلب الميه، او 3 معالق كبار حلوين كده. ده دقيق ده بقى بيخلي لو في دم، لو في اي حاجه معاكي، اعمل بايديا يبقى ايه كله تبقى تمام. واجيب حبه سكر، معلقه سكر كده صغيره، بقوم حطاها عليها، واقوم ماسكه ليمونايه زي ما انتوا شايفين اهي، واقوم عصره فيها الليمون. ده كده احنا بنعمل المحلول بتاعها اللي هيقعد فيها، علشان ايه ما يخليش فيها اي حاجه، اي حاجه ريحه زفره. انا على طول بعملها كده. انا مش عارفه حاسه ايه في هم حاطين بقى الفراخ. انا مش عايزه الفيديو ايه يجري مني، وكده هنقع الفراخ يا حبايب قلبنا، وهاجي اتبلها واوريها لكم بقى في التتبيله. وادي البومبار معايا. نقعت انا الفراخ زي ما انتم شايفين في المحلول دوت، وسبتها كده ايه على جنب تاكل ايه في ملحها، واي حاجه فيها تنزل. انا جبت بقى البومبار دلوقتي قلبته تحت الحنفيه، وبعد كده اشوف بقى هنضفه معاكم ازاي. اهو كده بالسكينه. انا ما بحبش هم بقى ماسكاه كده منضفه خالص كده، مخليها زي الفل. شايفين بعمل فيه ايه البومبار اهو، عشان تبقى عزومه 100 100 ونضيفه 100 100 اهو. ماشي. الفيديو ما يطولش، اقفل الفيديو يا زعيم ولما ايه خلاص. وادي البومبار، بصوا بعد ما اتغسل زي الفل ازاي بيبرق ازاي. ده اول تنظيفه. بقوم حاطاه في طبق كده، واقوم جايبه حبه ملح حلوين كده اهو. اهم حاجه الملح بيبقى جميل ازاي. واقعد بقى ادعك كده بالملح كده
بضعفه كده، بصوا بخليه زي الفل، يبقى ليه شمخة كده. ايوه، يعني كل واحده تعمل حسابها في شويه الملح يا حبايبي. الملح بينضف 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 بينضف، بيخليه الحاجة زي الفل اهي. ماشي، هغسله كويس اوي برضو من الملح، وهقول لكم برضو بعمله ازاي. بعد كده هو غسلته من الملح وخليته زي الفل، واقوم جايبه له برضو معلقتين من الدقيق اهو، وبرضو ليمونايه واقوم مقطعاها كده، واقوم حطاها عليها مع حبه خل اهو كده، الليمون اهو كده مع حبه خل. ثواني اجيب الخل. حبة خل كده حلوين، واسيبهم بتاع 10 دقايق نص ساعة كده في التتبيلة دي بقى. ينزل اي حاجة وريحة تاكلي منها يبقى جميل. ومعايا بقى لما ايه هاجي احشي برضو الحاجات ديت يا حبايبنا. ورجعت لكم يا حبايب قلبي وانا بعمل الجلاش. في حاجات برضو عملتها بس انا خايفه ان الفيديو يطول عليا. دلوقتي انا هعمل لكم الجلاش يا حبايب قلبنا. انا حطيت معلقتين سمنه كبار مع حبه زيت شويه، علشان الزيت بيدي ايه حبه قرمشه شويه مع الجلاش. وباخد رقين 2 كده اهوت ماشي، وبرضو بالفرشه بتاعتي بدهن السمنه، وهكذا برضو. انا مش عايزه الفيديو ان هو ايه يطول عليكم، بس انتوا يعني طلبتوا مني كتير ان انا اعمل الاكل. يا تونا وريني الاكل، ورونا يا تونا لو ورونا الاكل. فانا برضو هسمع كلامكم واشوف تعليقاتكم. دي برضو تاني بحط ورقتين جلاش، وبالفرشه بتاعتي عشان برضو ما تطلعش يعني دسمه قوي. الفرشه حلوه في كده ان هي ايه بتخلي الحاجه مظبوطه. طبعا دوت انا بتنيه، يعني مثلا في ناس بتقطعه بالصينيه قبل ما تتعمل، انا لا بتنيه جوه وخلاص بقى. ايوه بقى اسهل بصراحه. وبعد ما بعمل كده يا حبايب قلبي برضو عامله دي صينيه تانية عشان انا عندي عزومه. هقوم ماسكه السكينه واقوم مقطعاها، وبعد كده بجيب كوبايه لبن، وبجيب بيضايه، وبجيب حبه بيكربوناتو، وبسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. دي الخلاصه اهي، تبقى احلى صينيه جلاش عندك مورقه وجميله جدا. وهنشوفها برضو وهي لما تخلص معانا. ودي يا حبايب قلب الفراخ اهي لسه ما استوتش، عشان تكونوا معايا لحظه بلحظه. حطيتها تبلتها كويس بجزرايه بقطايه بعود كرفس بالكوسه. وادي طاجن الكوسه عملته برضو وحطيته لما يستوي برضو هوريهولكم. وعملت طاجن بطاطس كده صغيره اهي برضو. كل ده لما يستوي يا حبايب قلبنا هوريكم، ومعايا لحظه بلحظه. وادي المكرونه بشاميل لسه في الفرن اهي، لسه ايه وشها محمرش. وادي بقى الفراخ، دي كوسه بالبشاميل. طبعا هنحط كل حاجه وهتشوفوها بالظبط. ودي الفراخ بعد ما طلعت. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ جميله جدا. وهنشوف اللي في الفرن يا حبايب قلبي. وادي طاجن باميه باللحمه الضاني، دي عاملاها لاخويا عمرو عشان بيحبها. ماشي يا حبايبنا، يلا بينا. وادي طاجن عكاوي باللحمه، وده طاجن برضو زي مكرونه بالبشاميل التاني. وده يا حبايبي العصاير اهيت، ده كيس من العصاير تمام التمام. وهنوريكم بقى ايه الاكل وعلى الايه وعلى السفره. تمام، خليكم معانا لحظه بلحظه. دي العصاير يا حبايبي صوبيا، البيضه دي صوبيا، وتانك اللي هو برتقال، وتمر هندي على عناب. ماشي. وايه رايكم يا حبايب قلبي في السفره بتاعتي؟ كل حاجه موجوده اهو،
وشفتوني وانا بعملها على الطبيعه. يا رب الاقي لايكات كتير وتشجعوني في قلب الفيديوهات ديت. ادي الباميه اللي انا عاملاها، طاجن الباميه شايفين، وادي الكوسه عاملاها صغيره، وادي جلاش، وده طاجن الكوسه يا حبايب قلبي. اكل بسم الله ما شاء الله عليه يعني. وده طاجن العكاوي، ايه رايكم فيه بقى؟ يتاكل اكل كده اهوت. وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.